السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بافضل حال. مرحبا بكم معايا في قناتي وفي وصفه جديده من وصفاتي. اليوم ان شاء الله راح نديروا مع بعض اللحم الحلو شباح السفره الجزائريه في الشهر الفضيل. ان شاء الله نديروا هذه الوصفه مع بعض بوصفتها التقليديه المحضه، يعني بالذوق تاع اللحم والبصل، يعني هذه الوصفه الاصليه. ان شاء الله تنجحوا فيها، سورتو بالنسبه للبنات المبتدئات. وصفه سهله ديريها وانت مغمضه عينيك. شوفي لي هذيك الفواكه كيفاش جات طايبه وحاكمه روحها، شوفي لي هذيك المريقه كيفاش جايه ترونسبارونت وجايه شفافه. العسيله تاع اللحم الحلو ما تجيش ثقيله كيما العسل، يعني تجي خفيفه. اللحم طاب والفواكه بقات محافظه على اللون تاعها وجايه طريه. نبداو في المقادير على بركه الله. بسم الله. كل ما نستعملوا عبر تاع اي فواكه يكون عندك، ديري معاهم عبر تاع سكر وزوج عبر تاع الماء. كيما راكم تشوفوا المرق يجي خفيف شويه، يعني ما يجيش خفيف بزاف وما يجيش خاطر كيما العسل. يعني كما قلت لكم من قبل، نبدا نعاود نرجعوا للوصفه. كل ما تستعملي عبر تاع اي فواكه يكون عندك، استعملي معاهم عبر سكر وزوج عبار ماء. كما راه موضح في الصوره، هنا عندي عبار تاع فواكه نستعمل معاهم عبر سكر وزوج عبار ماء. بالنسبه للتقليه الاولى واش ندير؟ هنا عندي قطع تاع اللحم، عندي قطعه تاع بصل صغيره، عندي ثاني نص مغرفه صغيره تاع زبده، وعندي عود قرفه. نجيب قدر يكون شويه ثقيل، ندير الزبده وندير كامل هذوك المكونات اللي ذكرتهم، اللحم، البصل. والبصل يكون قطعه صغيره، قيس جوج حبات تمر هكذاك. ندير الماء اللي هو زوج عبار ونخليها تغلي، نغطي عليها ونخليها تغلي قيس 10 دقائق، قيس ما يطيب لنا اللحم. من جهه ثانيه نغسل هذيك الفواكه، نديرها تفور من بعدها باش نضيف العينه، باسكو العينه هي اللي دائما تطلق لا كولور، ما نديرهاش مع الفواكه هذه. كي تبدا هذيك المرقه تغلي نغطي على لاكوكوت، نخليها 10 مينوت قيس ما يطيب لي هذاك اللحم. كي نحس باللي هذاك اللحم طاب نفتح على لاكوكوت وندير العبر تاع السكر ونزيد نخليها تغلي. يعني كي تبقى كي نشوف واحد 20 مينوت باللي هذيك المرقه راح تبدا تتقل شويه، باش ندير هذوك الفواكه اللي كنت ديجا فورتهم. هنا راني ندير في السكر كما قلت لكم، نخليها تغلي بالك واحد 40 دقيقه هكذاك، باش ندير في هذه المرحله الفواكه. يعني كي يبقى باش نطفي على المرق واحد ربع ساعه باش ندير هذو الفواكه، نخليهم هذو واحد 10 مينوت ولا 7 دقائق حتى 10. من بعد في اخر مرحله باش ندير العينه على 5 دقائق نطفي عليهم. وقبل ما نطفي ندير زوج مغارف تاع مزهر ونطفي مباشره. من بعد نضيف شويه اللوز اللي كنت درتو في ماء سخون وقشرته، من بعد درتو في مقله اللي فيها شويه زيت وشويه زبده ولا مارغرين، وضفته للحم الحلو. هذه الوصفه الاصليه يضيفوا لها اللوز يكون مقلي، حضيف له نكهه ما شاء الله. شهيتكم في الجنه. ان شاء الله تجربوا الوصفه، وصفه ما شاء الله. بالنسبه للزبيب والتفاح، الزبيب نسيته كامل حتى درت اللوز باش تفكرته. ديت شويه من المرق خليته يغلي في كاسرونه واحد 2 دقائق، ومن بعد ضفته للحم الحلو، يعني عادي هذه تصرى. وبالنسبه التفاح ما كانش عندي غدوه من داك باش درته. نقيت الحبات تاع التفاح، دوك نقول لكم النوعيه اللي درتها. هذا شويه ديال الطياب، فورته داري واحد ربع ساعه. كي طاب لي ضفتوا المكونات، يعني بعد ما بردوا كامل، لا ضفتوا المكونات خليته 2 دقائق وطفيت عليه. هذه النوعيه اللي درتها، هذه تشد الطياب. وكاين النوعيه الصفراء هذيك ردي بالك منها، غير ديريها في الكسكاس، يعني ترخي روحها حتى لك واحد 3 دقائق هكذاك وطيب، ردي بالك. وهذه هي النتيجه النهائيه. ان شاء الله تجربوها، وصحه فطوركم ورمضان كريم، ومع السلامه.